مساء الهنا على عيونكم وعلى تعليقاتكم اللي بتسعد قلبي، يا رب يسعدكم يا رب. النهارده بقى احنا قلنا هنعمل قرص الفلاحة على اصولها زي ما انتوا شايفين، جميلة وتحفة وريحتها بقى مش قادرة اقول لكم. تمام كده اهوت. يلا بقى نسمي بالله كده اهوت ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين بقى الزبدة، السمنة اللي احنا طلعناها من الزبدة مرملة وجميلة وريحتها بقى تحفة. هناخد بقى منها كوباية كده نسيحها على البوتاجاز عشان نعمل منها ايه، القرص الجميل. شايفينها عاملة ازاي؟ عاملة زي الذهب ما شاء الله عليها. وطبعا السائل اللي نزل من الزبدة دوت عامل زي، بصراحة ربنا، عامل زي اللبن الرايب، تحفة. هنعمل برضو منه ايه، القرص اللي هي الفلاحي. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا مستخدمه كيلو من الدقيق، عليهم باكو خميره الفوريه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح، واربع معالق كبار من السكر. تمام اوي كده اهوت. هنزل بقى عليهم في العجانه اهوت بكوبايه السمنه البلدي، وعليها تلت كوبايه من الزيت. طبعا هنخليهم كده ايه لحد ما يدوني ايه زي الرمله المبلوله كده اهو، زي ما انتوا شايفين اهوت. دي بقى اللي هتنعم لي القرصه. تمام اوي كده اهوت. وعلى فكرة الشرش اللي احنا مطلعينه دوت انا دفيته على البوتاجاز عشان ما يموتليش الخميرة. تمام اوي كده اهوت. زي ما انتوا شايفين خدت مني 10 دقايق في العجن. شايفين جميل ازاي؟ عجينة بصراحة ربنا تحفة ما شاء الله عليها. الله عليها. طبعا هنخليها طبعا تخمر. انا دهنت بس البولة زيت بسيط كده اهوت، وخليها بس تخمر. طبعا هتغيب في التخمير شويه عشان طبعا احنا في بروده. تمام اوي كده اهوت. ادي بقى العجوه. طبعا العجوه ناشفه معايا. طبعا احط عليها معلقه من السمنه البلدي وعجينه كده لحد ما تديني ايه، طراوه، لان طبعا احنا في جو شتاء فبتبقى صعبه اوي العجوه. تمام اوي كده اهوت. انا هعجن عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، وارجعوا لي تاني. بعد ما عجنت العجوه، هي بصراحه ربنا تعبتني جدا، بس ما شاء الله يعني. عملت فيها كده اهوت، ما طولتش فيها. زي ما انتوا شايفين اهوت، كورتها عشان اسهل معايا طبعا احطها في العجينه. طبعا خمرت اهي ما شاء الله عليها. هنديها بس بوكسين كده اهوت. تمام اوي كده اهو. وننزل عليها طبعا على الرخامه. احطها طبعا كده اهوت على الرخامه، واحط عليها كيس عشان ما تنشفش مني في الجو البرد دوت. تمام اوي كده اهو. اقطعها بقى كده، اخد منها حته حته كده عشان برضو ما تنشفش، احافظ على طراوتها. تمام. طبعا انتوا حسب راحتكم، انتوا حسب ما القرص، انا خليها وسط كده. شايفين العجينه تحفه وريحتها بقى ايه، جباره بصراحه. هجيب طبعا العجوه اللي انا عاملاها ديت، وافردها طبعا في القرصه من النص كده اهو، واعملها كده زي بقجه كده. تمام اوي كده اهوت. انا عندي صينيه ألمونيا دهنتها من الزيت بسيط. تمام اوي كده اهو. نعمل واحده تاني. العجينه طول ما انت بتريحيها بتبقى سهل معاكي في الفرد. تمام اوي كده. احطها بقى جنب اختها، وافردها تاني، واعمل كده فيها 3 فتحات كده عشان ابين منها العجوه. الله عليها تحفه. انا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو هكمل بقى كل الكميه اللي معايا، وارجعوا لي تاني. طبعا بعد ما خلصت الصينيه اسيبها بقى في الجو ده طبعا تخمر، اغطيها. طبعا كده حبايبي بعد ما خمرت، انا مولعه طبعا الفرن قبلها مسبقين على 180، بتقعد في الفرن بتاع تلت ساعه. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا اديتها بس بخيت ميه كده اهوت واغطيها عشان بس تفضل معاكي لاخر قرصه معاكي طريه وجميله. شايفين جميله ازاي؟ ما شاء الله عليها، وطريه جدا، تحفه. شايفين؟
طبعا محتاجين بقى كوباية شاي بلبن جنب الجمال دوت، وصحتين وهنا على قلبكم يا رب. شايفين جميلة ازاي؟ يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا وقولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في التعليق الحلو اللي بيعجبني بصراحة ربنا ويسعد قلبي، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله.